من الشبك تتعلق في قائم خشبي، وتتكون أرضية مكان الدراس الدائري من تربة صلبة، وعندما توضع عليها كتلة من السنابل تصاب عليها الثيران أو الأبقار لتكسيرها بأقلامها الثقيلة. العسل. كان قدماء المصريين يستعملون العسل في التحلية، حيث إن قصب السكر لم يكن يزرع في مصر في تلك الأيام، وكانت خلايا النحل تصنع من أنابيب من الفخار ترص فوق بعضها في صفوف كما نرى. بناء القوارب. كان نهر النيل هو الطريق الرئيسي للمواصلات في العهد الفرعوني، ولذلك كانت صناعة القوارب صناعة هامة، وكانت القوارب الصغيرة تبنى من حزم من نبات البرد تربط بعضها إلى بعض بالحبال. صيد الأسماك. كانت هناك أنواع كثيرة من الأسماك في النيل والقنوات المتفرعة منه، وكانت تشكل مصدرا جيدا للطعام، كما كان صيد الأسماك رياضة شائعة. ويمكن مشاهدة إحدى طرق صيد السمك أمامكم، حيث تمتد شبكة الصيد بين قاربين، ويقوم الصياد بضرب الماء بعصاه لإزعاج السمك فيقع في الشبكة، وننظر إلى الشبكة لنرى إذا كان قد وفق في الصيد اليوم أم لا. والتحطيب، وكذلك كان أول من مارس لعب الهوكي بالتاريخ. تشاهد بعد ذلك بيانا لبعض الصناعات والحرف، وأولها صناعة طوب اللبن في قوالب، والمادة المستعملة في هذه الصناعة هي طين النهر الذي يخلط بالماء والتبن حتى يصبح عجينة سميكة، ثم توضع قطع من هذه العجينة في قوالب خشبية، ثم تترك لتجف في الشمس